هي قاعدة في الكافيه وعينيها على شاب لابس جاكيت جلد وشعره منكوش وبيضحك بثقة زي ما يكون مالك الدنيا. قلبها بيدق لكن عقلها بيقول لها ابعدي. هنكشف السر النهاردة، ايه اللي بيخلي الباد بوي مغناطيس. Moteur, on tourne, action. Mon existence, microfilm d'action. Marseille, au premier plan du générique. عايز تعرف؟ خليك معايا عشان نفك لغز البنات. الباد بوي بيضحك بثقة ايه ده؟ فاكراني؟ كده. زي ما هو مالك الشارع بيخالف القوانين. خلونا نعرف الأول مين هو الباد بوي. مش بس بيركب موتوسيكل ولا بيلبس جاكيت جلد، ده الشاب اللي بيخالف القواعد ويتحدى النظام. بيعيش زي ما هو عايز ومش بيهتم برأي حد، وعنده كاريزما وثقة زيادة عن اللزوم. نظرة عينه بتقول أنا مختلف ومش هتغير عشان حد. لو أبوكي شافه هيقول ده مش هينفع. لا بعيد عنك، ما بيشتغلش الفترة دي يا فندم. يعني ايه؟ متجوز بنت عشان تصرف عليه؟ بس البنات ليه مش بتسمع؟ كل ده عشان بيعرف يلعب على وتر غريب، بيحرك هرمونات الدوبامين، يخليكي تحسي بالسعادة والأدرينالين، بيخلي قلبك يدق لما بيبصلك بنظرة ثقة. بس دي مش كل الحكاية، في حاجات أعمق بكتير. دراسة في علم الاجتماع بتقول إن البنات بتحب المغامرة. الشاب البدبوي بيمثل مغامرة، زي مغامرة بتحلمي تعيشيها بس خايفة. بيخليكي تحسي إنك في فيلم مش حياة عادية. بدل ما واحد يتفرج على نتفليكس يقولك يلا نلف الدنيا، حتى لو نازله معاه اقرب كافيه تحسي ان عايشه معاه حياه مختلفه. الباد بوي عنده ثقه، يخليكي تحسي انه هيحميكي حتى لو هو كان المشكله، وده بيتسمى بالجاذبيه في اللاوعي. عقلك الباطن بيحب القوه، بيحب الثقه، بيحب اللي مش خايف. بس تعالي اقولك ان الثقه دي مجرد وهم، ومن هنا بيبدا الصداع. علم النفس مش كفاية، فخلونا نتكلم عن الأفلام. من جيمس دين أو جيمس بوند في الخمسينات لبراد بيت في التسعينات، الأفلام دايما بتبرز شخصية الباد بوي زي البطل المثالي اللي بيخالف القوانين بس قلبه طيب. فبتزرع فكرة في دماغ البنات إن كل باد بوي هيتغير عشانها، بس في الواقع عشان تكوني عارفة الباد بوي في الغالب هيسيبك وهيضحكلك من بعيد وهو راكب موتوسيكل مع بنت تانية. دراسة في الفسيولوجي توداي بتقول إن البنات في مرحلة معينة في العشرينات بتدور على الإثارة والمغامرة، بس لما تكبر وتفكر في الاستقرار بتختار الأمان. الباد بوي زيه زي الآيس كريم الحلو، بس لو كلتيه كتير هيجيلك وجع بطن. فهمتي ليه بتحبي الباد بوي؟ بس تعالي أقولك إيه الحل. ساعات الموضوع بيبقى هرمونات عند البنات أو تأثير الفرجة على الأفلام. فاسألي نفسك عايزة مغامرة ولا حياة مستقرة؟ لو مغامرة خلي عينك مفتوحة واختاري الاستقرار، ما تلاقيش نفسك في مشكلة. بس لو انت شاب ومش عاجبك الباد بوي خلي عندك ثقة في نفسك بس مش مغرور. البنات بتحب الباد بوي عشان هو وحش، بتحب الثقة، بتحب الإثارة، والحب زي اللعبة لازم تعرفي تلعبيها صح. بس لو عايزة الاستقرار دوري على الأمان مش بس الإثارة والمغامرة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتتابعونا الحلقة الجاية. ولو عندك قصة مع باد بوي احكي لنا في الكومنتات، عايزين نعرف. نشوفكم الحلقة الجاية.